الدنيا مقلوبة في الأهلي وبيراميدز بسبب مروان حمدي وخالد عبد الفتاح. تعال وانا اقول لك ايه اللي بيحصل. مروان حمدي وخالد عبد الفتاح كانوا زمايل في فريق سموحة. خالد عبد الفتاح نزل صورة ليه هو ومروان حمدي بيهنيه بعيد ميلاده. فجأة الدنيا اتقلبت في النادي الأهلي، وكابتن محمد رمضان عاقب خالد عبد الفتاح بغرامة نص مليون جنيه. فجأة برضك لقينا خالد عبد الفتاح بيطلع اعتذار اللي هو بيهني واحد زميله عن عيد ميلاده. فجأة الدنيا اتقلبت في بيراميدز ونزلوا المنشور ده. الدنيا اتقلبت في الاهلي ولقيناهم منزلين المنشور ده. كل ده بسبب الفيديو ده. مروان حمدي كان شاتم جمهور الاهلي عشان جمهور الاهلي كان طول المباراة عمال يشتموا بوالدته وبوالده، وكده الاهلي خلى لعيبة مفروض اللي هم زمايل بقوا اعداء، توصل حتى اللي هم يمنعوا لعيب اللي هو يهنئ لعيبه بعيد ميلاده. على الرغم ان الصورتين اللي موجودين معانا دول بيقولوا ان في لعيب شتم الاهلي ورموز النادي الاهلي واصبح نجم وبيتحط صورته دلوقتي على كل صفحات الفريق وبيعمل اعلانات كتير للفريق. ولا ايه يا اهلاويه؟ حصل وبيحصل.